السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في رحله نور جايب لكم حلقه مهمه جدا. هنتكلم عن اخطر 5 معتقدات غلط عن الاكتئاب، واللي للاسف ناس كتير بيصدقوها وهي ممكن تدمر حياتهم او حياه اللي حواليهم. تعال نروح للمعتقد الاول، ان الاكتئاب مجرد ضعف شخصيه. لا يا جماعه، الحقيقه ان الاكتئاب مرض نفسي له اسباب. الاسباب دي اسباب بيولوجيه ونفسيه واجتماعيه، مش ضعف خالص ولا قله ايمان خالص. في ناس بتفتكر ان الاكتئاب ده ضعف، بالعكس الانسان اللي عنده اكتئاب هو اكتر انسان عنده احساس، واحساسه زياده عن اللزوم فسبب له المرض ده. وفي نفس الوقت هو مش ضعيف، ده مرض. وبرده مش قله ايمان. في ناس كتير مرضى بالاكتئاب ايمانهم قوي، وايمانهم قوي جدا. الموضوع ملوش علاقه بقله الايمان او زياده الايمان خالص. دي فكره غلط جدا، يا ريت الناس تصحح المفهوم ده. ده اول معتقد. المعتقد التاني، ان اللي عنده اكتئاب لازم يبان عليه. يا جماعه، اللي عنده اكتئاب ما بيشدش في شعره، مش بيمشي في الشارع مكشر وشه يعني. مش لازم هو يبان عليه، ممكن يبقى انسان طبيعي، ممكن يبقى انسان بيتعامل معاك كل يوم وعنده المرض ده، ومش لازم يبين لك ان هو عنده المرض ده. بالعكس، ده هو بيجاهد نفسه ان هو يفضل طبيعي، وده جهاد وهيثاب عليه باذن الله. فاللي عنده اكتئاب مش لازم يبان عليه. في ناس كتير بتضحك وتبان طبيعيه لكن جواها معاناه كبيره جدا. الاكتئاب مش دايما ظاهر يا جماعه. المعتقد الثالث، ان الادويه بتخلي الواحد مدمن. هو مش بياخد مخدرات. ادويه الاكتئاب مش مخدرات يا جماعه، مش بتعمل ادمان. الحقيقه ان الادويه دي لو اتاخدت، يعني الادويه دي لو اتاخدت صح وتحت اشراف دكتور بتكون امنه جدا ومساعده جدا للشخص التعبان او اللي هو عنده اكتئاب. المشكله بس مش في الاستخدام العشوائي. المشكله دي بس في الناس اللي هي اصلا بتاخد الادويه من دماغها، فبيحصل معاها اي مشكله فبيقول لك انا عندي ادمان من الادويه دي. لا، الادويه لو اتاخدت تحت اشراف دكتور بتكون امنه ومساعده. المشكله بس في الاستخدام العشوائي. المعتقد الرابع، ان الاكتئاب بيتعالج بالنصايح بس. يعني في ناس، بص يا جماعه، في واحد يبقى تعبان، انت ممكن تقول له ايه؟ عنده اكتئاب، ممكن في ناس تقول لك ايه؟ شد حيلك، او بقول لك روح غير جو. يا جماعه هو مش زهقان، هو مش موده، مش الموضوع مش كده. الموضوع يا جماعه تعب عضوي، خلل في كيمياء معينه في الدماغ. ده مريض زيه زي اي حد عنده مرض، ملوش علاقه بان روح غير جو او شد حيلك او النصايح دي اللي هي، ما انت فاهم، او يعني انت مش دكتور عشان. والنصايح دي بتخليه هو من جواه يحس ان هو لا، انا مش طبيعي ليه؟ وانا لما اروح حتى اغير جو ما عنديش قابليه ان انا اروح اغير جو. يعني وانا غلط، انا في حاجه غلط. يا جماعه لا، مش هي دي النصيحه اللي هتقولها له. ما تقولوش روح غير جو، ما تحسسوش ان الموضوع تافه وهو اللي مكبر الدنيا. اعرف ان ده مرض وليه علاج ومعترف بيه عالميا، وملوش اي علاقه بكل الكلام اللي الناس بتقوله. ده مرض زيه زي اي مرض تاني. المعتقد الخامس، ان الاكتئاب ملوش علاج. لا، الحقيقه ان في طرق كتير جدا للعلاج. في ادويه، وفي علاج نفسي، وفي تغيير اسلوب حياه، وفي ملايين اتعافوا ورجعوا يعيشوا طبيعيين عادي جدا. المعتقدات الغلط دي يا جماعه، دي بتأذي الناس وبتخليهم يتأخروا في طلب المساعدة. لو عايز تساعد حد، أهم حاجة إنك تفهم إن الاكتئاب مرض ومحتاج وعي ودعم. فرفقا بيهم، لأن هما بيعانوا وبيعانوا، ومحدش يعرف إزاي هما بيعانوا غير الناس اللي زيهم أو اللي شافوا اللي شافوه. فخليك إنسان داعم وواعي، وعندك يعني فهم بالمرض ده ازاي بيجي للإنسان وازاي الإنسان بيعاني منه. فما تبقاش تتفه المرض بانك تقول له روح غير جو، ولا شد حيلك، ولا الكلام، ولا تضحك، ولا تتريق عليه، ولا تقول عليه كلام. جماعه، الموضوع بيبقى صعب، وبيبقى صعب اكتر لما تحس ان اللي قدامك مش فاهم انت بتعاني ازاي، او مش مقدر، او بيتفه من الامر. فارجوكم خلي بالكم من النقط دي. لربما عموما خلي كلامكم مع الناس كلها كويس، لان دي ربنا قال عليها صدقه. ربنا قال عليها صدقه. فانتوا انتوا مش عارفين اللي حواليك دول فيهم التعب ده ولا لا. ممكن حد انت بتقابله كل يوم وبتشوفه كل يوم وهو بيجاهد نفسه عشان مش ما يبينش قدامك ان هو تعبان او كده. فخلي كلامك في العموم مع الناس كلها كلام محترم وواعي، وخليك داعم للناس كلها عشان ربنا يعني يخفف عنك لو في اي حاجه. بلاش الكلام اللي يخلي الناس تتعب اكتر. واخيرا، لو عايز او شايف ان الحلقه دي مفيده، شاركها مع كل اصحابك، يمكن تنقذ حياه حد. واشترك في القناه علشان نكمل مع بعض.